باش نتكلموا بكل صراحة على موضوعات راهنة واش كيتسنانا وكيفاش الأمور اللي تدخل. هذا نفكركم بأنه هذه واحد العامين كان عندنا شي اجتماع هنا وكنا تكلمنا في واحد الظروف اللي كانت جد صعبة، اللي كان فيها جفاف كبير، كان فيها المشاكل ديال الأوكران، كان المشاكل ديال التضخم، كاين المشاكل ديال يعني واحد الإشكالية ديال الماء اللي ما كاين شيء، واللي كنت قلت لكم هنا في هذه القاعة رغم هذه المشاكل كلهم والانفلاسيون بيان سور الانفلاسيون ديال التضخم اللي هو كبير، في هذه القاعة قلت لكم هادو مشاكل كبيرة خصنا نواجهوها لأنه هذه المسؤولية ديالنا. هذا اللي قدر علينا الله أنه يكون في نصيبنا باش نواجهوه باش نحلوه، لأنه ناس اخرين ما قدروش يحلوا هذه المشاكل جات فينا، دونك حنا خصنا نوقفوا على هذا الشيء. وعملنا يعني العمل ديالنا اللي هو عمل كبير، وقلت لكم على ليبوك بان رغم هذا الشيء هذا كله ما نساوش المهم هو داك الشيء اللي تعهدنا به عند المواطنين وعند الناس اللي ثقوا فينا واللي ثقوا في الأغلبية وثقوا في الحكومة. وبكل صراحة اشتغلنا بكل جدية داخل الحكومة والحمد لله. كون كتعرفوا كيظهر لي لو بيلون كتعرفوا أحسن مني اليوم، يعني كل شيء كيعرف النتائج اللي قامت بها الحكومة في هذه الظرفية اللي هي كانت ظرفية جد صعبة. أولا تغلبنا على أزمة الماء، يعني في 23 واحد الوقت كنا على 15 يوم باش الماء ما يكونش في الدار البيضاء وفي الرباط. واجهنا هذه الأزمة، واجهنا أزمة أخرى أن طنجة رغم المياه كلها اللي كتدفق فيها ما كتقدش. احنا الآن السيد الوزير ديال الفلاحة حاضر وكان واقف على هذا البروجي مع وزارة الماء باش نترونسفيريو الماء من سد واد المخازن إلى دار الخوفة. كذلك لي باراج اللي تعملوا في ظروف قياسية واللي توجدوا بحال المدز بحال واحد العدد ديال الباراج، والحمد لله أنه بفضل العمل الجاد وهذا يعني الأمطار الأخيرة جابت معها الخير وخلات تعطينا واحد الأوتونومي وواحد التنفس اللي هو أكثر، والخير وأمان يعني فأعملوا سيرى الله أعمالكم.